صباح الفل. الفيديو ده للرجالة. هكلمك النهاردة عن ألد أعدائك، العدو اللي لو تخلصت منه أو عرفت تتغلب عليه أو على الأقل بقيت مدرك بتأثيره السلبي عليك هتعدي الفلنكات. عدوك الأول هو مشاعرك. أي حاجة فكر فيها غلط عملتها وكان ليها عواقب، حتى لو ملهاش عواقب وقتية، عواقب هتحصل قدام، هتلاقي مشاعرك هي اللي ورا. اتنرفزت، اتخانقت، ضربت واحد، مشاعرك. انساقت ورا مشاعرك. اتنرفزت وانت سايق، كسرت على واحد، خبطته او خليته يخبط، مشاعرك. حد كان قريب منك وما بيتكلموش دلوقتي علشان مشاعرك والايجو اللي جواك قالك انت احسن، ما تروحش تعتذر، مشاعرك. حلم او هدف كنت شغال عليه وما قدرتش تقوم علشان مشاعرك قالت لك احنا مكسلين النهارده، نام شويه. جسمك اللي كان نفسك تعمله ومعرفتش تعمله علشان مشاعرك قالت لك النهارده نديها برجر، النهارده محتاجين شاورما بالتوميه، فاكس جيم، هنزل اقعد على القهوه، مشاعرك. الراجل اللي بيركبوا مشاعره وبتكون المحرك الاساسي ليه بيبقى مفتقد سيلف ديسيبلين، اللي هو قوه التحكم والسيطره على النفس. ولو انت افتقدت السيلف ديسيبلين، قوه التحكم والسيطره على النفس، عدلي بقى ايه كل الاحلام اللي انت بتتكلم فيها راحت. لان مفيش حلم لو مسكت الحلم وفصصته كده، والحلم هو عباره عن ايه؟ هدف محتاج تحققه، بس الهدف ده كبير ومحتاج بقى يا معجزه يا تغيير كبير يا مجهود رهيب، الا ما كانش ساعتها هنسميه حلم، هنسميه حاجه عايز اجيبها، حاجه عايز اشتريها. علشان توصل لأي هدف انت محتاج مثابرة، محتاج تجتهد، محتاج كونسيستنسي، محتاج تحط مجهود كل يوم. اليوم اللي انت قرفان فيه واليوم اللي انت مبسوط فيه، اليوم اللي انت مش طايق نفسك فيه وكسلان واليوم اللي انت متحمس فيه. مشاعرك لما تيجي تستسلم مشاعرك وتخليها تركب وهي اللي تحركك، انت هتلاقي نفسك ايه بقى؟ هتلاقي نفسك يوم قادر تعمل، يوم مش قادر تعمل. ومع الوقت خلي بالك، يعني مشاعرك دي فكر فيها كده ايه، يعني زي بني ادم جواك، يعني قرينك الشيطان، ممكن تسميها مسميات كبيره، بس هو في الاول في الاخر حاجه تحت سيطرتك انت. طب اعمل ايه؟ اولا لازم تدرك ان في مشكله، لان بدايه اي تغيير هو الادراك. ادركنا ان في مشكله، فكر كده ايه الاحلام اللي كنت بحاول احققها السنه دي، السنه اللي جايه، طب انا ماشي في الطريق بتاعها ولا لا؟ طب ليه لا؟ هتلاقيها دايما مشاعرك، تلاقي الكسل، كسلان، تعبان، مش حاسس، كل الكلام ده كله. لقيت اللي انا بقول عليه ده، يبقى انت كده ايه، وصلت لمرحله الادراك. الحته التانيه بقى انك تعمل ايه؟ تذكره يوميه. الحوار ده ماجيك، يعني نتائجه عجيبه. كل يوم الصبح حط كده منبه، ريمايندر، يفكرك الصبح ان انت اللي متحكم في نفسك، وان عدوك الاول هو مشاعرك، وان انت لو سبت مشاعرك تركبك وتمشيك انت مش هتوصل لهدفك. والله لو كل يوم فكرت نفسك بالموضوع ده، مش هقولك كل يوم هيكون نجاح، بس هقولك على الاقل انت هتتحسن 50 60 70%. لان في ايام هيبقى مشاعرك دي كبيره قوي، انت بني ادم برضه، بس احنا اللي بنحاول نتكلم فيه ايه؟ ان انت تتغلب عن المشاعر اللي بتحصل لك كل يوم او يوم بعد يوم. ما بكلمكش في مشاعر حاله وفاه او مشاعر مصيبه كبيره، انت بني ادم. بس انا بكلمك في مشاعر ان مكسل، تعبان، اليوم كان طويل، حد قال لي حاجه ضايقتني، الكلام ده كله دلع ولازم تخلي بالك منه، ولازم ما تخليهوش يركبك، علشان لو ركبك انت خلاص كده. واقسم بالله مع الوقت كل ما هتفكر نفسك بالموضوع ده
وكل ما فكر نفسك ان انت اللي متحكم مش مشاعرك، وان مفيش حاجه اسمها، واللي يسيطر عليك في مشاعرك يبقى كده هو اللي كسب. سواء بقى حد قال لك كلمه استفزك، سواء حد بص لك بصه اتجننت، يبقى هو كده متحكم فيك، وده فشل منك يعني. فانت لازم تخلي بالك من الموضوع ده وتشتغل عليه. والموضوع ده عامل زي العضله كده، انت في الاول هيبقى عندك ضعيفه، بس مع الوقت كل ما تمارسها وتشغلها كل ما تبقى اقوى. كل ما هتلاقي الحاجات اللي بتضايقك هتقل، والحاجات اللي بتسيطر عليك هتقل. ومش بس هتقل، انت هتلاقي نفسك كمان بتفتكر الكلام ده اكتر لو فكرت نفسك بيه كل يوم الصبح. يعني فكر نفسك الصبح، اتكل على الله، تبتدي تروح شغلك، الناس هتقرفك مثلا على الساعه 12 الظهر، هتلاقي المعلومه لسه فريش في دماغك. هتلاقي نفسك بتفتكر، تقول لا ده عايز يسيطر عليا مشاعري، مش هخليه يعمل كده. لا، انا عارف ان انا المفروض اخلص الشغل ده النهارده. جو الدلع ده مش هيوديني في اي حته، مش هيحقق لي الهدف اللي انا نفسي فيه. وتروح مكمل. وهدفك الاخراني لازم ما يبقاش ان انت تكون مبسوط، لا، هدفك لازم يكون ان انت تكون proud of yourself، ان انت فخور بنفسك. لان الفخر ده ملوش علاقه بالسعاده. الفخر ده انت ممكن تروح تخش خناقه مع 10 ياكلوك علقه ويعوروك، بس انت تبقى طالع فخور بنفسك ومرتاح نفسيا. ليه؟ عشان عارف ان انت كنت واقف ذكر، وقفت مع الحق، ما جريتش، ما خفتش. وممكن تروح من موقف زي ده سليم وما فاكش خدش، بس مش فخور بنفسك. المهم قوي للراجل هو الفخر مش السعاده. وشكرا.